يا أهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد، ومعاكم محمد سامي من قناتكم لحظة حسم. أنا معاكم النهاردة من اسكندرية، وهنتكلم عن إدارة الميزانية الشخصية. خطط لفلوسك صح عشان ما تتزنقش. كتير مننا بيحس إن الفلوس بتختفي بسرعة، وبنفضل دايما في صراع مع المصاريف، وده بيسبب قلق وتوتر. الحقيقة إن الموضوع مش مرتبط بفلوسك قد ما هو مرتبط بإدارتك ليها، والميزانية هي الخريطة اللي بتوصلك لأهدافك وراحتك النفسية. إيه هي الميزانية الشخصية وليه هي مهمة؟ الميزانية هي خطة بسيطة بتعرفك فلوسك، دخلك ومصاريفك، وده بيخليك تتحكم في مصاريفك وتحقق أهدافك وتعيش براحة نفسية. صنف مصاريفك، قسمها لأساسية ثابتة ومتغيرة. طبق قاعدة ادفع لنفسك أولاً. حول فلوس الادخار والاستثمار لحساب منفصل أول ما يجيلك الدخل. تعامل مع الديون بذكاء. حط خطة لسداد الديون زي طريقة كرة الثلج أو الانهيار الجليدي. تابع وراجع خطتك. استخدم تطبيق أو جدول لتسجيل مصاريفك، وراجعها كل شهر عشان تعدل وتتحسن. يا رب يكون الفيديو ده مفيد ومختلف. شاركنا في التعليقات ايه أكبر تحدي بتواجهه في إدارة فلوسك، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة عشان توصلكم كل الفيديوهات الجديدة. أشوفكم على خير.